طبعا كلنا نعرف احمد مكي ونعرف كمان ان هو واحد من اقوى كوميديانات جيله، فالنهارده هنتكلم عنه وهنعرف ازاي احمد مكي بقى اقوى ممثل كوميدي في جيله، وهنعرف كمان لكل الناس بتحب احمد مكي. احمد مكي عبد الوهاب اتولد في 19 يونيو 1980 في الجزائر، وتحديدا في وهران، لان والده من الجزائر ولكن والدته مصريه. المهم انه وهو صغير بيتنقل وبيرجع مصر، وبيتربى وبيعيش في حي الطلبيه في الجيزه، ومن هو صغير وهو بيحب التمثيل جدا، وعشان كده لما بيكبر بيخش المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم اخراج، ولما بيتخرج بيخرج فيلم ياباني اصلي وكان فيلم قصير، وبعدها بيشارك كممثل في ابن عز بدور كيمو، وفي 2004 بيشارك في تيتو بدور صغير جدا، وبعدها في 2005 بيخرج وبيألف فيلم الحاسة السابعة، وبعد كده في 2006 بتحصل انطلاقة أحمد مكي لأنه بيشارك في سيت كوم تامر وشوقية بشخصية هيثم دبور، وكان دوره حلو جدا، والسيت كوم أصلا ده كان جامد جدا، وشخصية مكي بتعلق مع الناس وبتتشهر. وبعدها في 2007 بيشارك في الجزء الثاني لتامر وشوقية، وزي ما قلت لك ان شخصيه هيثم دبور اتشهرت جدا، فبيشارك مع الزعيم في نفس السنه في مرجان احمد مرجان بشخصيه هيثم دبور، والفيلم ده من اكتر الافلام اللي بحبها برضه. وبيخرج برضه في نفس السنة مسلسل لحظات حرجة، وفي 2008 بيشارك في ليلة البيبي دول بدور زغلول، وفي نفس السنة بيعمل شخصية هيثم دبور كفيلم كامل باسم اتش دبور وكان من بطولته، وده برضه بيأكد لك الشخصية دي نجحت قد ايه، وكان جامد جدا الفيلم ده برضه. وبعدها في 2009 بيعمل فيلم تيرند بدور بهيج، وحرفيا برضه ده من اكتر الافلام اللي بحبها لاحمد مكي، كان دوره حلو جدا في الفيلم ده، وبالذات اللي عجبني قوي في الفيلم ده الكيمياء بينه وبين العظيم ماجد الكدواني، بجد حبيت الكيمياء ما بينهم جدا. وانا عايز اعمل حلقه عن الفنان ماجد الكدواني، فلو عجبتكم الفكره قولوا لي في الكومنتات، ولو قريت الكومنتات ولقيتكم مش عايزينها هعملها برضه لان دي كومنتي. لا بهزر والله، رجع اللايك تاني. المهم ان بعدها في 2010 بيعمل فيلم لا تراجع ولا استسلام بدور ادهم وحزلقوم، وبجد حزلقوم دي من اكتر الشخصيات اللي بحبها وبتضحكني جدا لمكي، وبرضه الناس بتعلق معاه شخصيه حزلقوم جدا. وعموما فيلم لا تراجع ولا استسلام ده من افضل الافلام الكوميديه بالنسبه لي، وبيحقق وقتها 28 مليون جنيه، وده رقم كبير جدا وقتها. وبعدها بيعمل مسلسل الكبير قوي، واحد من افضل واهم المسلسلات الكوميديه ومن انجحهم في اخر فتره، وكان بدور الكبير وجوني. وبجد احمد مكي في المسلسل ده اثبت انه كوميديان جامد قوي، لان حرفيا المسلسل ده مسلسل كوميدي كما قال الكتاب، لو انت لازم لما تتفرج عليه هتضحك، واللي بيأكد على كلامي ده الاجزاء الكتير اللي اتعملت منه اللي لسه هنتكلم عليها قدام. وبعدها بيرجع للسينما في فيلم سيما علي بابا، وكان بشخصيه حزلقوم وحبش وبرابر، والفيلم ده الناس اتقسمت عليه نصين، نص حبوه جدا ونص تاني حسوا مش اقوى افلام مكي، وممكن في ناس حسيته كده لان الفكره كانت مختلفه شويه، بس هو بالنسبه لي يعني لذيذ، وبيحقق 7 مليون جنيه. وفي 2011 بيرجع يعمل مسلسل الكبير قوي الجزء الثاني، وبيدخل فيه شخصيه حزلقوم، وبجد الشخصيه دي ضافت جدا للمسلسل، وبينجح جدا برضه المسلسل. وبعد كده في 2013 بيعمل فيلم سمير ابو النيل وكان بدور سمير، وبيحقق 8 مليون جنيه. والفيلم ده مش من اقوى افلام مكي بالنسبه لي، بس برضه مش وحش اللي هو اشوفه ما اتضايقش، فاهمني. وفي نفس السنة بيعمل الكبير قوي الجزء التالت، وكان حلو قوي برضه وما يقلش كوميديا عن الجزئين اللي قبله. وبعدها على طول في 2014 بيعمل الجزء الرابع منه، وبينجح جدا برضه والناس بقوا يستنوه كل سنة. في 2015 بيعمل مسلسل الكبير قوي الجزء الخامس، وده من أفضل الأجزاء بالنسبة لي. وبعدها في 2016 ميكي ما بيعملش أي عمل لأنه اتصاب بمرض وأثر على صحته جدا وخس 30 كيلو، فعشان كده ما عملش أي عمل، ولكن بيخف في 2017 وبيعمل مسلسل خلصانة بشياكة، وكان مشاركه شيكو وهشام ماجد، وبرده ده من اقوى المسلسلات الكوميديه اللي انا بحبها جدا. وانا حاسه ان هو ظلم سيكا اول لما نزل، او كان لازم ياخد اكتر من كده في انه يتعرف اكتر او ينجح اكتر وقتها، لكنه بعدها حرفيا اتعرف اكتر، وممكن يبقى في ناس كتير بتتفرج عليه لحد دلوقتي. انا شخصيا اتفرجت عليه من اسبوعين، فهو بجد مسلسل جامد قوي. وبعدها في 2020 بيعمل مسرحيه حزلقوم، ونجحت جدا المسرحيه. قبل بس لما اكمل مسيره ميكي في التمثيل عايز اقول لكم ان هو مش ممثل بس، ده واحد من اقوى مغنيين الراب في مصر، واظن كتير منكم عارفين ده. واشهر اغانيه وقفه ناصية زمان واغلى من الياقوت وقطر الحياه والحلقه جت من مسلسل خلصانه بالشياكه. نرجع للمسيره الفنيه تاني، المهم انه بعدها بيشارك في مسلسل الاختيار اتنين وبيبعد عن الكوميديا، وكان بدور الضابط يوسف الرفاعي، وحرفيا المسلسل ده مفيش كلام عليه، مسلسل جامد بجد. وميكي كان عامل دور في المسلسل ده بجد عالمي، واثبت فيه انه ممثل جامد وبيعرف يعمل اي دور. المهم ان بعدها وبعد غيبه طويله اخيرا ميكي بيرجع بمسلسل الكبير قوي الجزء السادس، وبجد الجزء ده كان جامد قوي ونجح نجاح كبير جدا، فرجع رجعه قويه جدا بالمسلسل. وبعد كده في 2023 بيعمل الكبير قوي الجزء السابع، بس ما نجحش قوي زي الاجزاء اللي فاتت، والصراحه هو بالنسبه لي مش من اقوى الاجزاء، يعني انا بالنسبه لي الجزء السادس اخر الاجزاء الجامده قوي للمسلسل الكبير. وعلى فكره برضه ده مش معناه ان السابع والثامن وحشين، بس يعني الاجزاء اللي فاتت كانت اقوى بكتير، واحنا كنا متعودين من ميكي ان الجزء اللي بيبقى بعده بيبقى اقوى بكتير من اللي قبله، فعشان كده بس يعني في 2024 بيعمل الجزء الثامن، وزي ما قلت لك هو مش وحش برضه بس مش احلى حاجه، واصلا السابع والثامن ما نجحوش زي السادس والخامس وباقي الاجزاء.
وممكن ده يكون عشان خلاص أنت عملت 6 أجزاء ناجحين جدًا، يعني 180 حلقة تقريبًا، فأكيد الأفكار الأصلية أو الأفكار الcreative عمومًا هتقل، وممكن تلاقي إفيهات كتير بتتكرر أصلًا. وأنا ما باقولش إن الجزء السابع والتامن تاني وحشين، أنا باقول إنهم أقل من مستوى المسلسل المعتاد. فالمشكلة الحقيقية إن النجاح الكبير أوي نفسه رفع سقف توقعات الجمهور، فبقى المطلوب من كل جزء جديد إنه يعلّي على اللي قبله، ودي أصلًا معادلة صعبة جدًا لأي عمل كوميدي طويل. وفي السنة اللي بعدها اللي هي 2025 أحمد مكي بيقرر يغيّر، وبيعمل مسلسل الغاوي بدور شمس، والصراحة أنا حبيت المسلسل ده جدًا، ومكي كان عامل دور حلو أوي فيه، وتحسه على طبيعته. والمسلسل بينجح بس مش نجاح كبير أوي يعني. وفي نفس السنة بيظهر كضيف شرف في الشاطر لأمير قرار، ومع إنه كان ضيف شرف بس دوره علّق معايا جدًا ولسه فاكره لحد دلوقتي، والحتّة دي هتساعدنا قدّام شوية. وبعدها بيظهر كضيف شرف في كارثة طبيعية لمحمد سلام. وفي الآخر في حاجة بسطاني جدًا، إن في أخبار بتقول إن أحمد مكي اتعاقد على فيلم جديد، وهيشاركوا البطولة الفنان ماجد الكدواني، فأنا متحمس أشوف الدويتو ده تاني بجد. وبرضه في أخبار بتقول إن مكي اتعاقد على مسلسل من 10 حلقات. وبس كده. نجاوب بقى على أسئلة الحلقة. أولًا ليه كل الناس بتحب أحمد مكي؟ هنرجع بس كده لحظة لمّا قُلت لك لمّا ظهر كضيف شرف دوره علّق معايا جدًا. هتقول لي وده إيه علاقته؟ هاقول لك إن هو عنده قبول بجد، والله وشه مليان قبول ما شاء الله يعني. فدي حاجة، وتاني حاجة إن هو بجد من أكتر الفنانين المحترمين، اللي هو نادرًا لمّا بيخش خلافات أو لمّا يعمل ضجة إعلامية أو يثير الجدل، فصورته عند الجمهور إيجابية. وده غير إنه تحسه قريب من الناس، والشخصيات اللي بيقدمها بتبقى واقعية. ممكن تلاقي حد تعرفه بيجري ورا الترندات أو الأفكار الجديدة، وممكن ما تبقاش منطقية زي جوني، وبتحصل بجد. أغلب الناس عندهم الشخص ده في حياتهم، وهنروح بعيد ليه؟ أغلب التيك توكر كده بيجروا ورا الترندات. فقصدي إن الشخصيات بتحسها قريبة منك، لأنك بنسبة كبيرة هتلاقي واحد زي جوني أو حزلقوم أو هيثم دبور في حياتك. والسؤال التاني، ليه أحمد مكي أقوى ممثل كوميدي في جيله؟ أول سبب إن أحمد مكي تقريبا من أكتر الممثلين اللي في جيله اللي قدروا يعملوا أكتر من شخصية ناجحة في عمل واحد. في الكبير أوي قدم الكبير وجوني وحزلقوم، وكل شخصية ليها صوتها وطريقة كلامها وحركاتها وطريقة تفكيرها كمان. والأهم إنه خلاك تنسى إن الشخصيات دي كلها بيمثلها نفس الشخص. يعني لما تشوف جوني وحزلقوم بيتكلموا مع بعض بتحس إنهم شخصيتين حقيقيين، وده صعب جدا لأي ممثل يوصل له. تاني سبب بقى إن مكي من أقوى الناس في كوميديا الموقف، هو مش بيعتمد على الإفيه وخلاص، لكن بيخليك تضحك من الموقف نفسه ومن تصرفات الشخصيات وتفاعلهم مع بعض. وده كمان سبب اللي مخلي مشاهد كتير من الكبير أوي تنزل على التيك توك ويتعمل عليها ميمز كتير، وناس كتير لما بترجع تتفرج عليها بتضحك عليها بنفس القوة. فبجد هو واحد من أقوى الممثلين الكوميديين في جيله، ومن أقوى الممثلين عموما، لأنه عمل كذا عمل بعيدا عن الكوميديا، والكلام ده محدش يقدر يختلف عليه عموما. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وقول لي عايزين نتكلم عن فنان مين الحلقة الجاية، وليه برضه الأفلام اللي عايزين نتكلم عليها الحلقات اللي جاية. وكده الحلقة خلصت. بس في الآخر هاقول لك معلومة أو نصيحة دينية عشان محتواها يبقى مفيد لو حتى 1%، وهي في حاجة مهمة جدًا لازم نفتكرها كلنا، وهي إن أي نجاح أو موهبة أو رزق عندك سواء في شغلك أو دراستك أو حياتك عمومًا، فهو أولًا وأخيرًا من فضل ربنا عليك. أوقات كتير لما الإنسان بينجح بينسى يشكر ربنا ويفتكر إن ده بسبب مجهوده بس. هو صحيح إن السعي مهم، لكن التوفيق من عند ربنا. عشان كده مهما ربنا فتح عليك ما تنساش تقول الحمد لله، واشكر ربنا بقلبك ولسانك، وحاول تستخدم النعمة في الخير. لأن شكر النعمة ده مش مجرد كلمة، ده اعتراف بفضل ربنا عليك. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومعناها ببساطة إن كل ما تشكر ربنا على اللي عندك ربنا يبارك لك فيه ويزيدك من فضله. فمهما كان عندك من نعم حتى لو كانت بسيطة ما تبصش للي ناقصك، بص للي ربنا رزقك بيه واحمده عليه، وإن شاء الله تلاقي الخير والبركة في حياتك. وبس كده، أتمنى تكونوا استفدتوا زي ما أنا استفدت. وما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ودي مش هتاخد من وقتك حاجة وهتاخد أجر كبير كمان. وبس كده، أشوفك الفيديو الجاي يا حبيب أخوك، وسلام.